السلام عليكم ورحمة الله. اخواتنا الغواة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم اخوكم محمد الزهير، غاوي زيكم ان شاء الله. كنت بربي زمان ورجعت الحمد لله ربيت تاني، وجاي النهاردة افيدكم بشوية معلومات وحاجات انا وقعت فيها ومش عايزكم يعني ان شاء الله تقعوا فيها، وازاي تربوا الحمام صح، وطرق العلاج الكويسة للوقاية من الامراض. تمام. والامراض اللي بتيجي في الشتاء والامراض اللي بتيجي في الصيف، ازاي احنا نقدر نتأقلم على ده ونقدر نحافظ على حمامنا. تمام. ونكون ان شاء الله ناجحين في مجالنا لو احنا واخدين المجال كتجارة او كغواة. تمام. كنشيشة او كبتوع فرخ. تمام. النهاردة اول حاجة جاي اقول لكم عليها حاجة من الناس اللي هي بتقع فيها في تربية الحمام، الا وهي اول حاجة يعني لازم تهتم بيها الاكل عندك. في ناس للأسف يعني الشديد بتربي في أماكن بتكون فيها رطوبة عالية، وطبعا من زرع الحمام وكده، فبيحط لهم الأكل على الأرض عادي، على الزرع وعلى الأماكن اللي هي مطربة وجايلها مية وكده، وده بيبقى أول سبب من أسباب إن الحمام عندك ممكن يتعب أو يجيله أمراض. يجيله تسمم، في حاجة معوي، تنفسي، كنكر، أمراض كتير يعني ربنا يبعدها عننا وعنكم إن شاء الله. في مثلا ارضيات عامله زي ديت تبقى مطربه، بس ديت ما فيهاش زبل، ممكن يبقى فيها زبل حمام وكده. تمام. فانا بنصح يعني ان احنا نجيب حاجات بسيطه وبدائيه ممكن ان احنا نربي فيها، يعني الا وليكن مثلا كان عندي صاجه زي ديت، صاجه بسيطه يا اخوانا، وانا عوجتها بالشاكوش كده، عملت لها حروف وبس، ببدا احط الحمام ياكل منها. ديت تنفع من جوزين لاربع تجواز تربي فيها عادي. لما ربنا كرمني ان شاء الله عملت حاجه اكبر، يعني كان عندي صينيه قديمه. الصينيه دي والله يا جماعه كانت مصديه يعني، كانت كلها صدى. فنضفتها، جبت كربوناتو، اكيد عند الحاجه عندكم في البيت يعني عندها كربوناتو بتستخدمه على طول، وحطيت عليها خل. تمام. وجبت صنفره او سلك معين عادي ودعكتها كويس وغسلتها، واستغليت ان انا كان عندي نقاش في البيت بيعمل شقه اخويا، خليته رشها لي برضه، هو اللي هي قشرت شويه. حتى لو تاخدوا بالكم الصاج باين ان هو لسه نضيف، يعني كان لسه معمول. ده كله كان صدى والله يا جماعه. تمام. تبدا تغسلها، انا النهارده هغسلها ان شاء الله ونضفها شويه، تبدا تحط لهم ياكلوا منها عادي، مفيش اي مشاكل. ده رقم واحد. رقم اتنين، الميه. الميه يا جماعه يعني من اهم الحاجات اللي تبعد عنكم الامراض. الميه النضيفه لازم تهتم بالميه. في ناس بيبقى عندها مثلا طواجن كبيره، او زي ما مثلا اخواتنا بيقولوا عليها بيبام، اللي هو البيبام الفخار ده، بيملوه ميه باليوم والتلاتة ويسيبوه. الحمام طبعا بيجي يشرب اول يوم مثلا ممكن يطول منه، بعد كده مش بيبقى طايل الميه. تمام. ممكن يقع في البيبام، يبقى واقف على الحافه بتاعه البيبام يعمل فيها زبل، فالزبل مع الميه بيختلط في بعضه، يرجع يشرب منه الحمام تاني. ده بيبقى سبب من اسباب الامراض التانية يعني زي السالمونيلا وحاجات كتير يعني ربنا يبعدها عنه وعنكم ان شاء الله. فلازم نهتم بالميه. الميه على الاقل في الشتاء لو انت بتشرب في سقايات وكده، على الاقل غيرها كل يومين او كل يوم ونص. الصيف طبعا ممكن تغيرها في اليوم مرتين. تمام. انا ساعات بغير في الشتاء كمان في اليوم مرتين لو لقيت في زبلة او كده. تمام. ده رقم اتنين. رقم تلاتة، لازم نهتم بنظافة المكان. نظافة المكان اهم حاجة يا جماعة. لازم ننضف على الاقل يوم في الاسبوع. بتجيب حضرتك مقشة، ولو عندك سكينة اللي هي بتاعت معجون النقاشين ديت، بتكنس المكان وتنضفه كويس، وبالسكينة لو في زبل في الأرض بتخرجه. تمام. وتجمعه على جنب. هتستفيد بالزبل ده بعدين هقول لكم يعني، ده استفادة من اللي انت ممكن تنضف يعني. تمام. ولو عندك أبسط حاجة بتجيب زيت كلور وبخاخ. تمام. بخاخ زي ديت بتساع لتر مية، بتملى ربعها لحد هنا، تملى ربعها
كلور، وبقية البخاخ بتكملها مية وبترجها كويس، وتبدأ حضرتك تبخ في المكان عندك، في السلكات والبنيات لو انت عامل بناني خشب، وفي الأرضية كويس جدا. تمام. هي بتنشف بسرعة يعني، دي بتقتل الأمراض والحشرات الموجودة في المكان على الأقل يوم في الأسبوع. لو حضرتك ما عندكش كلور، في كذا حاجة تنفع يعني. ممكن تجيب خل التفاح. لو حضرتك تقدر تجيب من الصيدلية أو من أي عيادة بيطرية، ممكن تجيب يود، أو ممكن تجيب بيتادين. ده كله بينفع. في حاجة طبعا بيطرية كويسة أوي اسمها فيركون اس بتحطها برضو على المية، وبتبدأ تفوق كده المكان وتنضفه. ده كده رقم 3. تمام. ان شاء الله الفيديوهات الجاية اقدر اقول لكم ازاي تبدأوا بالوقاية، تعملوا نفسكم جدول شهري تقدروا تمشوا عليه. لو انت وصلت لهنا ما تنساش تدعمنا وتشترك في القناة وتعمل لايك. اللايك بيخلي اكبر حد ممكن يشوف الفيديو ويستفاد منه، لاننا كنا في الاول ما كناش لاقيين حد يساعدنا بصراحة. ما كانش حد بينفع حد ولا بيفيد حد ولا بيقوله على المعلومات دي. فما تنساش دعما لاخوكم في الله محمد الزهير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.